لو انت طالب ثانوية عامة الفيديو ده ممكن يوفر عليك 80 درجة للعربي، لان معانا مؤلف كتاب الابداع مستر خالد منير الليثي، وكمان صاحب منصة مبدعون للثانوية العامة. مستر خالد، حضرتك منورنا، وحابب ابدا مع حضرتك على طول واسالك اهم سؤال بيدور في دماغ طلبة ثانوية عامة: ايه اللي يخليني ابدا اراجع من كتاب الابداع، وايه اللي بيميزه عن الكتب الاخرى للمراجعة في العربي؟ من السمات والمزايا الجميلة جدا في كتاب الإبداع إنه بفضل الله بصورة أو بأخرى حصلنا على نواتج التعلم بدون زيادة أو نقصان من مصادرها. مش هتلاقي سؤال يعني فيه فزلكة بعيدة عن الموضوع، مش هنحمل الطالب أكتر مما يحتاج. بعض الطلبة يقول لك ده كتاب كذا فيه أسئلة أكتر وفيه أفكار أكتر. أنا بقول لك أي فكرة مش موجودة في الإبداع أنا على ضمانتي ومسؤوليتي مش موجودة في نواتج التعلم، فهو ملتزم بهذه النواتج. السمة الثانية بإذن الله إن إحنا بنراعي الفروق الفردية. لو أنت طالب ضعيف جدا مقدمين لك كده قبل كل درس مقدمة سهلة جدا، إيه الأفكار بتاع الدرس، إيه الأسئلة ممكن تيجي إزاي فيه، فحتى لو أنا مش مذاكر أو أنا تعبان لو راجعت الجزء ده يغنيك عن مذاكرة أشهر كتير جدا. ولو أنا طالب مجتهد هتلاقي الكتاب بيتدرج معاك من الأسئلة السهلة إلى المتوسطة إلى الأسئلة العالية، أسئلة المهارات كما هي في كتاب الإبداع ستجدها بإذن الله في امتحانات الثانوية إن شاء الله بدون زيادة أو نقصان.